السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حالة من الحالات الإنسانية، أختنا أم ندى. حقيقي لما تدخل حضرتك البيت بنشوف حياة يعني ربما إحنا لا نستطيع إن إحنا نعيشها. ربنا يعينهم على حياتهم، كل ميسر لما خلق له. لكن في النهاية حياة ربما أنا وحضرتك ما نقدرش إن إحنا نعيش مثلا بدون مية. يعني علشان تملى مية لازم تسيب بناتها الخمسة، عندها بنات 3 صغار و2 شوية يقعدوا جنب أخواتهم، وتخرج تاخد جيركن مية وتمشي مسافة طويلة جدا علشان خاطر تستطيع إن هي تتحصل على أبسط مقومات الحياة اللي ما تنفعش الحياة بدونها، وهي المية. بيحتاج إخواننا هنا إن هم يقوموا بعمل يعني آبار بشكل معين. الآبار ديت بتوفر المية للبيوت عشان الأكل والشرب وعزكم الله لو مثلا حد مربي شوية بهايم أو شوية طيور أو شيء من هذا القبيل، تستطيع إن هي تقيم حياتها. كمان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي والكاميرا تجيب قدام حضرتك، السقف مفيش سقف، بعض من القش والحياة اللي هي البدائية كاملة هي اللي بتحميهم من حتى عراء البرد فقط، لكن ما بتمنعش للأسف الشديد المطر. محتاجين كذلك يعني محتاجين مية، ومحتاجين أن يستر البيت من خلال سقف. أضف إلى ذلك الزوج يعمل أجير، يعني يخرج طيلة اليوم أجير، بيعمل في الجبل زي عادة أهل المنطقة كلهم، بيعملوا أجراء في الجبل، ويرجع على آخر اليوم علشان خاطر متوسط دخل تقريبا ما يزيدش من 50 ل 80 جنيه علشان يعين ويعول بيها الأسرة المكونة من 5 بنات وزوج وزوجة، يعني ما شاء الله تبارك الله 7 أفراد، اللهم زد وبارك. لكن في النهاية لا في مية ولا في سقف، وكمان الإمكانات تقريبا شبه محدودة. لذلك احنا نحتاج من إخواننا إن هم يتحركوا في اتجاه رفع المعاناة عن إخواننا غير القادرين. من أختنا أم ندى في كلمة عايزة تقوليها للناس؟ عايزة مية وعايزة السقف. أنا برقد هنا وبخاف لما المية تنزل علينا، وعايزة أي حاجة نتسبب فيها. بروح شغل وبسيبه وببقى خايفة عليهم، بس مش عايزة حاجة تانية. الله يستركم. لو مشروع صغير من المشاريع البسيطة اللي يعني هنا بيبقى لحوم مجمدة، مشروع كشك صغير، شيء من هذا القبيل، عشان تعيل هذه الأسرة، لأنها بتخرج كمان للعمل عشان تساعد الزوج. زي ما قلت لحضراتكم متوسط الدخل قليل جدا، علشان خاطر تساعد زوجها. فاللي يستطيع يا أحباب، وحياة زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش حتى لا أدوات كهربائية ولا أي حاجة أجهزة كهربائية أو شيء من هذا القبيل، اللي يستطيع يا إخواننا إنه يقدم، ينظر بإذن الله أسفل الشاشة هيلاقي أرقام، يتصل على أرقام مؤسسة فذكر علشان مندوبنا يصلك أينما كنت.